السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله على النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا اخوات عاملين؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا طلعتوا مبسوطين من امتحان الفيزياء، وايا كان انت عملتوا ايه فمش مهم ما تركزش في اللي فات. تمام؟ هتقول لي انا ناقص بتاع 10 درجات 15 درجة. بص العبد لله اللي قدامك ده انا الحمد لله في طب اسنان جامعة الازهر، وناقص 16 درجة في الفيزياء، فما تركزش. طيب ما ركزتش او ركزت في اللي جاي، ايه اللي هيحصل؟ هتركز في اللي جاي ربنا يكرمك. انا الحمد لله لما ناقص 16 درجة في الفيزياء كان عندي 4 مواد بعدها، الحمد لله قفلت 2 ونص في الاثنين تانيين كل واحده درجه، وقلت الكلمه دي 7000 مره عشان خاطر برضه تتعلموا منها. تمام؟ ركز في اللي جاي، تركيزك في اللي جاي هو ده اللي هينفعك، انما لو ما ركزتش في اللي جاي هتضيع منك اللي فات واللي جاي، فساعتها بقى تشوف بقى حد يعني يقول لك ظلموه بقى وانت غنوا انتوا الاثنين مع بعض ظلموه. تمام؟ وفي الاخر ممكن اصلا حساباتك كلها تطلع غلط وفي الاخر تطلع جايب درجه كويسه. قبل بس ما نتكلم في الفيديو نادي لاخونا حاتم مصطفى ربنا يرحمه ويتوفاه، مات شهيد غرقان، كان بيحاول ينقذ امه وبنتها والحمد لله انقذ الام وبنتها توفت وهو توفاه والله. فندعي له بالرحمه كده وربنا يتقبله عنده من الشهداء ويجعله من اهل الفردوس الاعلى يا رب العالمين. نتكلم بقى في الفيديو بتاعنا النهارده. بالنسبه للصرف، انت عندك الصرف قبليه يوم ونص، تمام، اللي هو الماده الجايه، بس بعديه فقه قبليه يوم ونص. فالفقه احنا عايزين برضو نذاكر الفقه كله، تمام، ونذاكر الصرف كله ونحل هنا ونحل هنا وندخل، يعني عايزين نجيب افضل درجه. طيب هنعمل ايه يا محمد في الفقه؟ النص اليوم النهارده ده اللي انت هترجع مثلا تنام لك فيه شويه ساعه ولا ساعتين، واوعى تضيع اليوم، مفيش حاجه اسمها تضيع اليوم اصلا، نص اليوم ده اصلا محسوب من ضمن الوقت. تمام؟ فانت هترجع تنام لك شويه، تسمع الفيديو ده ان شاء الله، تبدا تتكل على الله وتذاكر. تمام؟ هتذاكر الفقه، ويحبذ ويستحسن ويفضل وفاهم الحاجات دي كلها انك انت ايه، تذاكر الجزء اللي انت واقع فيه خالص. يعني انت شوف الجزء اللي انت واقع فيه خالص، وغالبا بيكون الاقضيه والشهادات اللي هو في الاخر والاضحيه والعقيقه والحاجات دي بتكون اكتر دروس انت ممكن ما تكونش ذاكرتها بالنسبه لاغلب الطلبه. يعني في ناس ممكن تكون ذاكرتها اكتر من في الاول. ايا كان يعني الشويه اللي انت ما ذاكرتهمش كويس ذاكرهم في اليومين دول، في النص اليوم ده. تمام. خلصنا نص اليوم النهارده على الفقه بس، اوعى تفتح الصرف، ما تذاكرش الصرف. طيب اليوم اللي بعدها هيكفي، حتى لو انت ما ذاكرتش هيكفي، يعني انت حتى لو فتحتش الماده طول السنه هيكفيك باذن الله تعالى. طيب بالنسبه لواحد ما فتحش الماده طول السنه، هنتكلم بس عنه الاول كده. بص يا حبيب اخوك، هتلاقي في قائمه تشغيل هسيبها لك تحت في صندوق الوصف الاستاذ احمد ناجي. تمام؟ الصرف مشروع تقريبا في 3 ساعات وشويه او 4 ساعات وشويه، يعني الموضوع كله بسيط باذن الله تعالى. تمام. هسيب لك اللينك القناه تحت، هتدخل عليه، هو بس هو مشكله الشرح ده 2023 وما فرقش كتير. تمام؟ هتدخل على قائمه التشغيل ديت، تسمع الفيديوهات، هتلاقيهم عندك بالترتيب، هتلاقي اصلا في فيديوهات وقواعد في ربع ساعه وفي 10 دقائق، وفاهم يعني اكبر قاعده اللي هي المواضع العشره تقريبا في نص ساعه، فما تقلقش من حته الشرح يعني، والشرح كويس باذن الله تعالى وكل حاجه تمام في الفيديو. انت بس عليك تقدر تسمع الفيديو في 1:30 وتمشي الدنيا، وهتلاقي نفسك خلصت الصرف مثلا في 3 4 ساعات مذاكره ولا حاجه. تمام؟ ده بالنسبه للي ما فتحش الماده اصلا طول السنه. طيب بالنسبه لحد ذاكر، لا ذاكر لوحدك الاول، هتنجز اسرع، وخصوصا ان انت هتلخص الماده وانت بتذاكرها. طيب اذاكر من ايه؟ اذاكر من المصدر اللي بذاكر منه طول السنه، اللي عيني خدت عليه، ما ذاكرش من مصدر جديد، سواء بقى المدرس هو اللي عمله لي او انا لقيته جديد حد رشحه لي بتاع كلام من ده. انت ايه؟ ذاكره لوحدك. طيب افرض انا من الناس اللي ما ذاكرتش طول السنه خالص، خلاص ذاكر من مصدر جديد، لان انت هيبقى بالنسبه لك ده المصدر اللي انت بتذاكر منه طول السنه، ما انت ما ذاكرتش طول السنه. تمام؟ ميك سنس كده. تمام؟ او ميك سنس يعني، ايا كان، مش مهم الانجليزي، احنا عندنا صح. خلصنا مذاكره الماده، يستحسن زي ما قلت لك ان احنا نلخصها. هنلخصها ازاي؟ كل قاعده مثلا نكتب الاحوال بتاعتها، مثلا امتى تكون مثلا همزه الوصل مثلا مفتوحه، همزه الوصل مكسوره، الحاجات دي كلها نبقى عارفين امتى، ومثال لكل واحده، بس مثال واحد لكل واحده. ليه؟ عشان خاطر ممكن يقول لي سؤال زي ده في الامتحان، متى تكون همزه الوصل مثلا مفتوحه؟ خلاص يبقى 1 2 3 وخلاص، وانا اكتب الامثله قدامها وتبقى مثال واحد بس. هو عايز منك مثال، هيقول لك اذكر مثال لكل حاله او اذكر مثال لكل موضع، بس انت مش عايز منك غير كده، فتحفظ مثال لكل واحده بس، بقيه الامثله تقراها بس، ده اللي انا عايزه منك. يبقى انت كده ذاكرت ماده الصرف. خلصنا ماده الصرف على كده، يبقى احنا كده خلصنا مذاكره. يجي بعد كده دور بقى مراجعه محترمه لمدرس محترم من المدرسين اللي انت بتتابعهم على اليوتيوب، ايا كان هو مين. شوف المدرس اللي انت بتتابعه على اليوتيوب، هتلاقي المدرس اصلا عامل لك ايه بقى، عامل لك مثلا اخر 10 امتحانات سنين سابقه على بنك الاسئله بتاعك. ان شاء الله هسيب لكم برضه تحت في صندوق الوصف في جروب التليجرام. تمام؟ هتدخلوا على جروب التليجرام هتلاقوا بنك الاسئله نازل باذن الله تعالى. الموضوع بسيط خالص، وكده كده امتحان الصرف هو اسطمبه بتتكرر في كل سنه، فما تفكرش ان في جديد، مفيش جديد خالص. يعني انت حتى لو جيت مثلا تسمع الفيديو ده في ليله امتحان الصرف وامتحان الصرف بكره، حل لك 10 امتحانات واحفظهم، هتخش تقفله باذن الله تعالى. بس انا ما بستحسنش الحته دي ليه؟ عشان عايزك تكون فاهم المنهج.
لازم تفهم المنهج كويس وتبقى انت مذاكره كويس، عشان خاطر لو جاب لك حته من بين السطور حتى في حته اختياري انا عايزك تجيب ال 40 من 40 مش 39. تمام، فعشان خاطر عايزك تجيب ال 40 من 40 لازم تعدي على المنهج بتاعك كله. قشطه قشطه. حاسس ان انا واقف على مسرح بالحاجات اللي انا بعملها ديت، بس المهم يعني. تمام، المهم احنا ايه عملنا ايه؟ سمعنا مراجعه محترمه لمدرس محترم كويس من المدرسين اللي احنا متابعينهم على اليوتيوب. تمام، هيعمل ايه المدرس في الحاجات دي؟ زي ما قلت لك بيجيب لك الحاجات المهمه، فانت هتعرف الحاجات المهمه من قبل ما تدخل تحل. طيب، هل لازم اكتب وراه؟ مش لازم تكتب وراه، لان احنا كده كده ان شاء الله هندخل نحل امتحان سنين سابقه وهنحل بنك الاسئله، فمش محتاجين ان احنا نكتب وراه. المهم بس احنا هنسمع المراجعه، وعايز تسمعها اسمعها، مش عايز تسمعها ما تسمعهاش. الوقت ما اسعفكش مثلا ولقيت نفسك خلصت مذاكره على نص اليوم او اخر اليوم، طب اسمع مراجعه واختم اليوم على كام من غير ما احل؟ لا، اقعد حل ما اسمعش المراجعه. تمام، او اسمع مراجعه على 2 1 ونص، يعني ظبط امورك انت برضو، ميك سنس برضو زي ما قلنا في الاول، ميك سنس برضو، وخلص المراجعه بضمير. يعني اهم حاجه بس تركز في الفيديو، عشان خاطر انت كل الحاجات المهمه وامتحانك كله ال 40 من 40. يعني بص، انت مثلا ممكن تلاقي مدرس يقول لك ايه المراجعه بتاعتنا هتديك ال 40 من 40، هو مش انجاز، هو عمل. تمام، هو كده كده معروف الدنيا فيها ايه. يعني اقل مدرس، افشل مدرس في الدنيا لو عمل لك مراجعه هيديك فيها 38 من 40، ده المدرس اللي هو يعني ايه على قده شويه، انما المدرس الكويس هيديك 40 من 40 في المراجعه. تمام. فبعد ما تخلص المراجعه تدخل تحل امتحان سنين سابقه، وتحل اسئله كتاب المعهد، وتحل بنك الاسئله. تمام. طيب لو انت عايز مثلا تحل حاجه معينه، حل امتحان سنين سابقه، هي دي المهمه وهي دي المشهوره وهي دي اللي هتجيلك في الامتحان، ومش هيغير لك عنها اصلا اي حاجه. تمام، هتلاقي نفس الاسئله بتيجي كل سنه، ممكن نقطه ولا نقطتين جداد. وزي ما قلت لك عشان كده احنا بنذاكر الماده، بلاش ان احنا نعتمد على المراجعه ونعتمد على حاجات الملخصات، لا احنا بنذاكر الماده كلها، بنعدي عليها كلها، عشان خاطر لو جاب لنا حاجه من بين البنين كده نبقى احنا ايه لاقطين كل حاجه، ونجيب ال 40 من 40 باذن الله تعالى. تمام. طب بالنسبه للماده الصبح تعمل ايه؟ عايز تسمع مراجعه؟ اسمع، ما عنديش مشكله، اسمع بقى مراجعه دلوقتي، بس تكون انت حليت بالليل. تمام، طيب سمعت مراجعه بالليل ما حليتش بالليل، خلاص حل الصبح، وهكذا يعني. تمام، الموضوع برضه ميك سنس، بس يستحسن زي ما قلت لك لا لازم تحل بالليل، حتى لو مش تسمع مراجعه مش مهم، بس لازم تحل بايدك بالليل، وتحل كتابه ما تحلش سماعي او قراءه. يعني حل التجريبي برضه تاني، وحل امتحانات مثلا 20 25 دور اول دور تاني تجريبي، 20 24 دور اول دور تاني تجريبي، السته دول مهمين. الامتحان مش هياخد معاك مثلا ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ثلث ساعه بالكتير. تمام، فالموضوع بسيط باذن الله تعالى. انت من بس ايه شد حيلك كده، وخلي دايما يعني نفسيتك كده متجدده، واستمد قوتك من ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله تعالى. وفي نهايه الفيديو بقى لايك وشير عشان خاطر الفيديو يوصل لزمايلك، وكومنت وسبسكرايب، فاهم الحاجات اللي هي اللي احنا بنقولها على طول ديت. بس اهم حاجه ادعموا الفيديو، عشان خاطر انا بحس ان في درجات حراره بتتحط على الفيديوهات، ويعني ده موضوع محبط شويه بالنسبه لي معنويا يعني. وكده كده انت الحمد لله بتخش تلاقي اعلانات، مفيش موسيقى، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه حرام، بالعكس انت اللايك اللي انت هتحطه لو اخلصت فيه ان اصلا هتاخد عليه ثواب ويكون في ميزان حسناتك ان انت بتفيد غيرك. فيعني ايه، نتفاعل كده مع الفيديوهات ودعموني معنويا. انا حاسس ان مفيش حد بيشجعني، محدش بيقول لي ايه العظمه اللي انت بتعملها ديت يا عم، والحاجات الحلوه والجمدان والحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش في اي حته في اليوتيوب دي خالص، فاهم يعني. ادعموني كده، شجعوني نفسيا، طبلوا لي يعني، اي مش لازم تمشوها. تمام، انا عن نفسي بشجعني، فانت شجعوني عشان ما فيش حد بيشجعني، فشجعوني يعني. تمام، بس كده بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لاخونا حاتم مصطفى بالرحمه، وربنا يا رب يعني يتقبله من الشهداء، وربنا يحسن ختامنا يا رب جميعا. بس كده بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على خير، سلام.